السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ النهاردة هعمل معاكم اسهل واسرع ماسك انا بحب اعمله، ونتيجته حلوة جدا 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 بالنسبة لي، وان شاء الله هتجربوه هيبقى حلو كمان بالنسبة لكم. الماسك ده بيقلل المسامات الواسعة، وكمان بيرطب البشرة وبيفتحها بشكل كويس جدا، وكمان بيشد البشرة. الماسك ده حلو قوي، موجود مكوناته عندنا في كل البيوت، وسريع في عمايله، بس والله العظيم نتيجته كويسة جدا. لو استمرتي عليها من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، الوصفة دي هتبقى رهيبة، وهتخلي بشرتك حلوة جدا وصافية ومشدودة، وكمان ما فيهاش مسامات واسعة. بس اهم حاجة استمري عليها 3 مرات في الاسبوع او مرتين، اقل حاجة في الاسبوع تعمليه. الماسك ده حلو جدا، ان شاء الله هيعجبكم. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفيني، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك وتشيري الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو ونبدأ الماسك بتاعنا. احنا هنحتاج كل مكوناتنا من البيت. هنحتاج اول حاجة معلقة كبيرة من النشا بالشكل ده، وهحتاج كمان لبن بودر او لبن نيدو او اي حاجة انتي بتستخدميها. هقلب المكونات الجافة كده كويس مع بعض، وبعد كده هجيب عليهم معلقة من عسل النحل، ويا ريت يكون بيور. طبعا النشا مع اللبن البودر بيساعدوا على تفتيح البشرة وكمان شد البشرة. اما انا دلوقتي هحط العسل عشان ارطب كمان بشرتي، مش عايزة بشرتي تبقى مشدودة بس، انا عايزاها كمان رطبة وناعمة. هعملهم كويس كده مع بعض. هو العسل جامد شوية عشان انا طبعا حطاه في التلاجة. واخر مكون هنضيفه عندنا النهارده هو ماء الورد. لو انت بتحسسي من ميه الورد تقدري تحطي لبن او زبادي او اي حاجه بتحبيها، بس هو ميه الورد حلوه جدا في الوصفه دي لانها بتساعد كمان على تفتيح البشره. انا عندي بخاخ كده، هفضل احط لحد ما احس ان الماسك بتاعي بقى متجانس كله مع بعضه. وبعد ما حطيت بالشكل ده اقدر اقلب واشوف النتيجه بتاعته. محتاج تاني مية ورد؟ تمام، مش محتاج يبقى خلاص. هنحتاج كمان شوية. انا مش عايزاه تقيل يا بنات ولا خفيف، انا عايزاه يكون قوامه مظبوط، لا خفيف قوي اللي هو سايل ان انا مقدرش احطه على بشرتي، ولا تقيل قوي. الشكل ده كويس جدا جدا للماسك. شايفين القوام بتاعه حلو قوي. الماسك ده مكوناته هتخلي بشرتك في حتة تانية خالص، وهتدعيلي ان شاء الله. جربيه بس مرتين في الاسبوع، حطيه على بشرتك، على بشرة طبعا نظيفة، على بشرة نظيفة لحد ما ينشف خالص، حوالي نص ساعة تلت ساعة بالشكل دوت، لحد ما ينشف خالص. وبعد كده تشطفي بمية دافية وترطبي بشرتك، هيبقى بشرتك صافية ونضرة وكمان ناعمة وفيها تفتيح حلو جدا. ان شاء الله الماسك هيعجبك. بس عايزة اقولك على حاجة، اهم حاجة للعلاج اي بشرة او علاج للشعر او اي حاجة هي المية. يا ريت تشربي مية كتير. اي بنت تكون بتسمعني او اي حتى بنوته صغيره، او اي لو انت حتى عندك بنوته صغيره، عوديها على شرب الميه كتير قوي، لان الميه فيها فوائد حلوه قوي للبشره وللشعر وطبعا كل اجزاء الجسم.